صباح الخير، أو يمكن لسه ليل، ما فرقتش. المهم إنك هنا. في همسة حنين هنحكي عن الحاجات الصغيرة اللي بتخلينا نكمل. يلا نبدأ. أهلا بيكي. عايزة أقولك إنك بدأتي توحشيني. خلاص، ما احنا بقينا أصحاب. طيب، النهاردة عايزين نتكلم عن حاجة طبعا هي بالنسبة لي من أهم الحاجات، وعايزة أتكلم فيها برضو بطريقة فيها عفوية. أنا محضرة بعض النقط، بس في حاجات هقولها بطريقة عفوية، لأني أنا حابة قوي إن القناة دي تكون قناة مختلفة وتكون عفوية أكتر. وزي ما قلت في الأول، إن إحنا نبقى 2 أصحاب قاعدين بنتكلم في قعدة بنات. طيب، يعني إيه وعي علاقات؟ وعي العلاقات إني أنا أكون عارفة كويس جدا إيه الشخص أو مين الأشخاص اللي أنا أدخلها حياتي، ومين الأشخاص اللي أنا أتعامل معاها بطريقة سطحية يعني من بعيد لبعيد، ومين الأشخاص اللي أنا ما أتعاملش معاهم أصلا. تمام، خلينا نعرف ليه بنكرر نفس الأشخاص في حياتنا. هقولك يا ستي، لأن الدرس الروحي ما بيمشيش غير لما نفهمه ونطبقه. نفس النمط بيرجع بوشوش مختلفة عشان يقوي حدودك. يعني إيه؟ يعني ممكن تلاقي نفسك بتقابلي نفس الأحداث بس الأشخاص مختلفة، نفس ردود الأفعال لكن الأشخاص مختلفة. وده بيحصل علشان تتعلمي درس، وكل مرة في اعتقادي أنا لو ما فهمتيش الدرس اللي بعده بيبقى قاسي، عشان تعرفي تعملي حدود وتتعلمي، ويعلمك تقولي لأ لأ، وتختاري من وعي مش من نقص. وأول ما بتتعلمي الدرس اللي هو بيبقى احترام لذاتك، حدودك، قيمك، النمط بيتفك تلقائيا، وما بتقابليش نفس الأنماط دي مرة تانية، أو نفس الحاجات اللي ضايقتك دي مرة تانية، وبيبقى فيه قبول ويقظة. وهنا المفتاح. طيب، نعرف ازاي ان العلاقة دي علاقة غير مناسبة، أو مش حابة إنها تكون في المحيط القريب بتاعي؟ العلاقة اللي بتحسسك إنك مش كفاية، دي طبعا أول علاقة من وجهة نظري. علامتها إنك طول الوقت بتسعي لإثبات نفسك. يا بنت الحلال، لأ لأ، أنا مش قصدي، لأ أنا ما كنتش مش عارفة إيه، لأ أنا كان قصدي كذا. طول الوقت انتي بتعملي مجهود عشان تثبتي نفسك، وعشان تثبتي إنك انتي صح، وتخافي تخسري أكتر مما بتخافي تخسري سلامك. وبيتحول الحب لاختبار مستمر، ومعاه تأنيب ضمير لا ينتهي. الشفاء بيبدأ لما تعترفي إن الجرح أقدم من الشخص، والجرح ده بيبقى جرح استحقاق. الحل إنك تعملي حدود، ارجعي لذاتك، اشتغلي على صوتك الداخلي اللي بيأكد قيمك من غير شروط. الكلام بتاعي ده مش كل الناس هتفهمه، أنا عارفة، بس أنا أكيد الفترة اللي جاية هبسط الموضوع أكتر وأكتر. تمام، لازم تبقي عارفة إن الطاقة اللي ما بيننا دي مش صدفة. اللي بينك وبين الناس طبعا اللي أنا قصدي عليهم، اللي بينك وبين علاقاتك دي بتكون مش صدفة. كل بني آدم بيذيع ترددات معينة بتطلع من جسمه. الترددات دي بتكون جوه كل شخص فينا، أفكارنا، نوايانا، حدودنا. اللي على نفس التردد بيلاقي طريقه لينا. يعني إيه؟ يعني مثلا لو أنا إنسانة التردد بتاعي تردد بيطلع طيبة، بيطلع حب، بيطلع حاجات كويسة، بنقابل نفس التردد، وكل ده بيندرج
يعني قسيه على كل شيء. يعني لو انت عندك مثلا ترددات خوف، بتقابلي ناس خايفة. عندك ترددات حب، بتقابلي ناس بتحب. عندك ترددات فيها حسد، بتقابلي ناس بتحسدك وحسودة، وبرضو فيها نفس التردد بتاعك، يعني بشكل أو بآخر. أوكي، عشان تغيري اللي بتجذبيه اشتغلي على اللي جواكي. ممكن تكوني سمعتي الكلام ده قبل كده، بس صدقيني هو ده الحل. لازم تشتغلي على اللي جواكي، لازم تشفي الجروح، لازم تنظمي مشاعرك، لازم يبقى عندك نية صافية، ولازم يبقى عندك حدود صحية. ساعتها دايرتك بتنضف تلقائيا بدون أي تدخل منك. الحاجة التانية، لازم تبطلي تدوري على الاهتمام، ودي أهم نقطة. لأن لما تبطلي تدوري على الاهتمام بتخرجي من اللعبة. هقولك اللعبة دي اسمها ايه؟ لعبة مين هيلاحظني. سمعتيها قبل كده؟ طيب، اللعبة دي يا ستي بتخليكي طول الوقت عايزة تتشافي، عايزة حد يهتم بيكي، عايزة حد يقولك كلام حلو، عايزة كذا عايزة كذا عايزة كذا. ده من حقك، أنا ما قلتش حاجة، بس لازم تبطلي تستني. لازم تبطلي تقومي بدور المنتظر. لا، أنا عايزاكي تغيري أحداث حياتك طبعا، لأنك انتي بطل حياتك، انتي بطل قصة حياتك. تمام؟ طيب، هنبطل اللعبة بتاعت مين هيلاحظني ونلعب لعبة تانية اسمها ايه؟ أنا شايفة نفسي. لأن الاكتفاء الذاتي مش أسوأ، ده حب نظيف ومن أرقى أنواع الحب. أنا موجودة لنفسي قبل أي حد. لازم تعملي لنفسك كل اللي انتي بتتمني يتعملك. لازم تعملي لنفسك كل اللي انتي بتحبي تعمليه لصديقتك المفضلة المقربة. لازم تتكلمي مع نفسك زي ما بتتكلمي مع أعز إنسان لقلبك. تبطلي تقولي لنفسك كلام وحش، لأن لما تقولي لنفسك كلام وحش زي بالظبط كده لما تقولي لحد تاني عزيز عليكي كلام وحش. هو نفس الواقع بالظبط اللي بيقع على شخص. يعني خليني أقرب لك الصورة شوية. تخيلي كده انك انتي مسكتي التليفون، اتصلتي بصاحبتك الانتيم او صاحبتك المقربة جدا او اعز انسان لقلبك. اتصلتي بيه في التليفون وقلتي له انت كذا وانت كذا وانت كذا وانت ما بتفهمش وانت غبي وانت 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 وانت. هيعمل ايه؟ قافل التليفون في وشك. اذا ما قفلش التليفون في وشك يعني هيتضايق جدا، هيقول ايه ده، ازاي تكلمني كده، وهيبقى اكيد ليه رد فعل بشكل او باخر حاليا او بعدين. تمام؟ ده نفس اللي بيحصل بالظبط لما بتعملي كده مع نفسك. كل مرة بتجرحي فيها نفسك بالانتقاد او بتجلدي ذاتك، ده بينعكس على تصرفاتك بعدين. ساعات كمان مش بيبقى باين، مش بيبقى واضح. فعشان ما نبعدش عن النقطة الأساسية بتاعتنا، لازم تبطلي تدوري على الاهتمام من الخارج وتلعبي اللعبة بتاعت أنا شايفة نفسي، وتبدأي تقولي لنفسك أنا موجودة لنفسي قبل أي حد. لما مصدرك يبقى داخلي بتفضلي تختاري العلاقات اللي تضيفلك، مش العلاقات اللي تستهلكك. بيبقى حب هادي داعم صادق ومساحة آمنة جدا لروحك. النقطة التانية، ازاي تعرفي انك في علاقة صحية؟ طبعا هتبدأي تسألي نفسك السؤال ده بعد ما سمعتي كل اللي فات. هقولك يا ستي، العلاقة الصحية اللي فيها احترام للحدود، يعني الناس بتحترم الوقت اللي انتي بتبقي فيه عايزة تبقي مع نفسك، ولا بيلوموكي ولا بيعاتبوكي انتي ليه ما اتكلمتيش، انتي ليه ما ردتيش، انتي ليه ما سألتيش. لا، بيحترموا ده، بيحترموا حدودك. بيبقى فيه صراحة من غير تهديد، بيبقى فيه مساحة للنمو. مفيش ألعاب عقلية، مفيش صمت عقابي،
أي خلاف بيحصل بيتحل بالنقاش، مش بتخبي، مش بتحسي إنك أنت محتاجة تثبتي نفسك، بتحسي بأمان إنك تكوني نفسك، بتتكلمي زي ما أنت بالظبط، ما بتحطيش أي ماسكات على وشك ولا بتحطي أي فلتر على كلامك، بتتكلمي على طبيعتك خالص، بتغلطي وبتتعلمي، وفي الآخر بترجعوا لبعض بنضج وحب وكمان احترام. لو الكلام ده لمسك أو خلاكي تفكري لحظة، خديها علامة صغيرة إنك على الطريق الصحيح. أنا حنين، ودي كانت همزة حنين، مساحة نرجع فيها لنفسنا بهدوء وصدق. لو حسيتي بالسلام أو بالنور ولو بسيط، سيبي بصمتك باشتراكك وتعليق بسيط يقول إنك سمعتيني للآخر. افتكري دايما، الهدوء مش ضعف، الهدوء هو أقوى حضور. مع السلامة.